لو عايزة شريك حياتك يحب الكلام معاكي ويحكيلك على كل حاجة وياخد ويدي معاكي كده، تعالي انا اقولك تعملي ايه. لازم تتعلمي تسمعي له كويس، وتتعلمي مهارات الاستماع بطريقة تخليه يشعر بالتقدير. اه والله زي ما بقولك كده، سمع عن سمع يفرق. في فرق كبير قوي بين انك تسمعي له سمع عادي كده وخلاص، وكمان فرق بين انك تسمعي له سمع حقيقي، سمع بعقلك وبقلبك، علشان تعرفي تقري ما بين السطور في كلامه وتفهمي حتى الكلام اللي ما بيقولهوش، وكمان توصلك العواطف والأحاسيس اللي عايز يوصلها لك. لو شريك حياتك بيتكلم معاكي في موضوع، أي موضوع، حتى لو انت شايفة ان الموضوع ده مش مهم من وجهة نظرك، سيبي كل اللي في ايدك، شغلك، طبيخك، موبايلك، وركزي معاه قوي واسمعي له كويس جدا. هتلاقيه بعد كده بيحب يتكلم معاكي، هتلاقيه بعد كده بيجي يحكيلك على كل صغيرة وكبيرة في حياته، ومش هتبقي بس حبيبته، لا ده انت كمان هتبقي صديقته. نصيحة مني، اسمعي لشريك حياتك باهتمام علشان تفهميه اكتر وتتمكني من قلبه.